احكي لنا عن اول يوم في الحرب. نفترض النهارده 6 اكتوبر واول يوم في الحرب. اول يوم ده كان يوم رهيب. طبعا احنا لما وصلنا الممر بتاعنا وخدنا مقاينه عليه، انا كنت سايق ار بي جي راقد على بطني وار بي جي معايا، مستعد الاقي حاجه تخش من الثغره دي. فطبعا اول ما ظهر الدبابات وبقت في المرمى بتاعي، بسم الله الله اكبر، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. درب دبابه، الثانيه، الثالثه، حب لغايه ما الذخيره خلصت. في صور طبعا خاصه بحضرتك ان شاء الله هنعرضها دلوقتي واحنا بنتكلم، وحضرتك لابس افرول المموه بتاع الجيش المصري. وكان الافرول ده او شكل الافرول هو من قوات الصاعقه. مش افرول عادي اللي احنا كنا بنشوفه مع المحاربين اللي دايما لا كل سنه. ما كانش حد يلبس الافرول ده غير الصاعقه والمظلات، اللي هم كانوا بيدربهم شخصيا. هو الصاعقه والمظلات. ما كان ممنوع لو عسكري اتمسك في الشارع لابس المموه ده يتحاكم حكم عسكريه. تمام. ده كان خاص بالصاعقه والمظلات واجراء جو. تمام. يعني احنا كنا اكبر كفاءه بقى.